السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة رشيدة شانيل. اليوم غنقدم لكم واحد القريشلات كيجيو مالحين وزوينين وهشاش بزاف. دابا غندوزو المقادير ان شاء الله. كنحتاجو على بركة الله كنحتاجو 3 الكؤوس ديال الماء دافئ، كأس العنبة ديمة، نصف كأس زيت نباتية. كنحتاجو كذلك الملح، ملعقة صغيرة، بغيتو تزيدو الكمية زيدو، ملعقة ونصف خميرة حبيبات، ملعقة ونصف كبيرة خميرة حبيبات، وملعقة كبيرة حليب بودرة. بغيتو تستغناو عليه ما ديروش، ماشي مشكل. بيضة كناخدو منها غير الابيض والعسل. كنحتاجو ملعقة صغيرة. الدقيق حسب الخليط، على حسب اللي غيجمع لينا العجينه ديالنا. نتوما شوفوا، تبعوا معايا الحشوه. كنحتاجو بصلات، 2 بصلات كبار مقطعين بحال هذا الشكل هذا مشلضين، 2 فلفلات كبار كذلك مقطعين على هذا الشكل هذا مربعات. الزيت اللي غادي نشحروا فيه على القياس اللي بغينا، تقريبا ربع كاس. معدنوس مقطع، جزرتين محكوكين على هذا الشكل هذا رقاق. الكفته انا خديت 10 دراهم ديال الكفته، ولا بغيتو نتوما تضاعفوا الكميه ديال الكفته ضاعفوا. انايا درتهم اقتصاديين باش يكونوا في متناول الجميع. كنحتاجوا ايضا الملح، الخرقوم، التحميره، الكمون والابزار. كنحتاجوا للتزيين كذلك السمسم او جنجلان للتزيين، راه تيجي زوين. بغيتو ديروا البافو ديروه على حسب الذوق ديالكم. وكنحتاجوا ايضا حبه البركه السانوج. دابا غادي نمروا المرحله المواليه ان شاء الله. دابا درنا واحد الاناء اللي غادي نديرو فيه العناصر ديالنا. غنكبوا الماء هو الاول 3 كؤوس عنبه ديال الماء دافئ بطبيعه الحال، زيت نباتيه نصف كاس، كنزيدوا العناصر الاخرى كلها، الخميره والملح والحليب بودره. ما كانش عندكم ما ديروش، ماشي مشكل، غير هو اختياري عندكم. انا تنديرو كيعطي واحد الهشاشه اكثر. لاحظوا معايا البيضه غناخذ غير ابيض بيضه، ما كنديرش البيضه كلها كتقل العجينه. هذه نصيحه مني، وليو ديروا غير ابيض بيضه فقط، واصفر بيضه خليوه للدهن، راه كيجيو زوينين بزاف. ها نتوما انا خليت الاصفر حتى في الطبيعه ما غيكفانيش في الدهن، ضروري غنزيد عليه بيضه اخرى، وغادي ندير عليه قطرات الخل وغنخليه للدهن ان شاء الله. غنضيفوا العسل كذلك، ملعقه صغيره عسل. نتوما غير شويه. في عود السنيده اللي كنقولوا حنا خاصها تحمر لينا المخبوزات ديالنا، كنديروا العسل. انا كنخدم به بزاف، كنديرو هو تنعوضو بسنيده. دابا غندمجو هاد المقادير ديالنا مزيان بالضراب اليدوي، غنخلطو مزيان حتى كتدمج ونلتقي بكم. من بعد ما دمجوا لينا المقادير ديالنا تيوليو على هاد الشكل هذا. دابا غنبداو نضيفو في الدقيق غير بشويه علينا، وغنضيف الخماره. ما ذكرتهاش في الاول، سمحوا لي. خماره ها نتوما كتشوفوا، خماره كاينه هي مع المقادير. انا غنديرها في صندوق الوصف، غنزيدها. غتصيبوا المقادير مقيده في صندوق الوصف. ها نتوما من وزن 7 غرام صافي. وكنبقاو ندمجو في هادشي مزيان بالطراب. ما حدايا باقا جاريه بحال شكل الكيكه في الاول. ملي كتبدا تقال عاد كنحيدو الطراب اليدوي وغنبداو نخدموها بايدينا. دابا نبقاو نزيدو في الطحين حتى تبدا تجمع لينا، وغنخليوها خفيفه شويه، ما غاديش نثقلوها بزاف. من كانت خفيفه كتجي زوينه وهشيشه. ها نتوما شوفوا كيفاش ولات. باقي ناقصها الطحين، غادي نزيدوها واحد شويه ونخليوها خفيفه. يعني الا قساحت ما غاديش تجينا مزيانه. غنزيد واحد شويه الطحين. ها نتوما كما كتشوفوا، هنا الاناء راه مع كنخدم وداكشي يعني مبقاش في بلاصتو. المهم غنبقى نخدم فيها بايدي شويه، غير شويه ماشي بزاف، حيت هي واخا ما تلكوهاش، ما غير كتجمع صافي وكتبقى تتخمر. انا تنخدمها واحد شويه صافي. راه مساهلين واقتصاديين، ما فيهمش مقادير بزاف. ها نتوما شوفوا العجينه كيفاش كتولي. دابا غنغطيوها بالبلاستيك الغذائي وغنخليوها تخمر واحد المده على حسب الجو. الا كان عندكم السمر بزاف يعني البرد، انا تنسخن الفران، ماشي تنسخنو حتى كيحمى، غير كيبدا كيدفى واحد شويه وكنطفيه
وكندير فيه واخا الاناء ديال الميكا ما تخافوش منه حيت غير كيدفى ماشي كيحمى باش غيولي يحرق لينا هذا الشيء. صافي تنحطو كتخمر ليا العجينه بالزربه. صافي تنجبد العجينه ديالي نبدا نشكل فيها كما بغيت. دابا غندوزو للحشوه. غنكبو الزيت، نقدروا ما نكبوش الكميه كامله. هانتوما راه بقات عندي واحد شويه ديال الزيت ما كبيتهاش كامله. غنديروا البصله، الزيت راه سخن لينا شويه. صافي دابا غنبداو نشحروا في البصله ديالنا ونحركوها بالملعقه الخشبيه حتى كتدبال لينا. ملي كتدبال لينا نلتقي بكم. كنضيفوا عليها بعدا مليحه، غير الملح بوحدها. توابل باقي ما نضيفهمش دابا. صافي وتنحركوا حتى كتدبال لينا البصله ديالنا، وعاد كنبداو نضيفوا عليها في العناصر الاخرى. من بعد تدبالت لينا البصله كتولي على هذا الشكل هذا، كنضيفوا عليها كفته ديال الدجاج ديالنا. كنبداو نحلو فيها بالملعقه ديالنا. المهم كنحاولوا نحلوها مزيان، فرتوها حتى كتندمج لينا مع البصله. صافي وكنضيفوا عليها التوابل اللي كانت باقا لينا. كل هاد التوابل غنضيفوها: كركم، الابزار، التحميره والكمون. صافي كنخلطوها. لاحظوا معايا المعدنوس راه ما غنديروش دابا حتى كطيب لينا الحشوه مزيان، عاد كنضيفوه باش ما يتحرقش لينا مع العناصر اللي شحرنا. الا تشحر ما كتبقاش فيه الريحه وما كتبقى فيه حتى شي فائده. دابا صافي مني الكفته ديالنا بدات كطيب دينا كنفرتو فيها كتعاون هذه دغيا. صراحه كتساعد بزاف عمليه. صافي دابا غادي نضيفو حتى الفلفله ديالنا والجزر، وغنبقاو نشحروا في هذا الشيء كامل حتى كتوجد لينا الحشوه ديالنا ونخليوها على جنب. صافي من بعد كنزيدو عليها المعدنوس اللي كان باقي ما غنديروهش دابا، غنديروه حتى المرحله الاخرى ملي غطيب الحشوه ديالنا. ونلتقي بكم ملي غطيب الحشوه، نلتقي بكم باش نزيدو عليها المعدنوس. من بعد ما طابت لينا الحشوه ديالنا درناها في هذا الصحن هذا. راها باقا سخونه شويه، ولكن المهم المعدنوس ما يطيبش معاها باش يبقى عاطي الريحه. صافي دابا غندمجوا المعدنوس مع هاد العناصر هادو، ندمجوه مزيان ونخليوها تبرد. نخليوها على جنب حتى تبرد مزيان، حيت لا كانت سخونه ودرناها عمرنا بها العجينه كتتقب لينا وما كتساعدناش باش يجيونا القريشلات كما بغينا. صافي تنخليو الحشوه تبرد ونلتقي بكم ان شاء الله باش نبداو نعمروا في الكريسات ديالنا. الحشوه ديالنا ها هي بردات كيف ما كتشوفوا. العجينه ديالنا ها هي وجدات وخمرات تبارك الله. هانتوما ضاعف الحجم ديالها. نحيدو على البلاستيك الغذائي وغنفزقوا ايدينا بشويه الزيت، ندهنوا ايدينا بزيت ونبداو نفرغوا الهواء اللي في العجين. هانتوما كما تشوفوا تقنيه سهله واخا تيبانوا لكم بزاف المراحل، راه تقنيه سهله صراحه. كيوجدوا دغيا واقتصاديين وتقدروا ما ديروش فيهم حتى الكفته، ما ديروهاش تعوضوها بالطون. علاش لا؟ ماشي ضروري الكفته. هانتوما ملي فرغناها من الهواء نرجع لكم. انا بديت كنشكل في الكويرات ديالي. انا درت 3 الكويرات، انا عمرتهم. انا غنوريكم عن قرب كيفاش كندير، الطريقه كيفاش كندير. كندهن ايديا بالزيت وندهن سطح العمل وتنحط شويه ديال العجينه. هانتوما العجينه راها خفيفه كيف ما كتشوفوا، ولكن راها ما كتلصق ما والو. الا درتو الزيت في ايديكم راها ما كتعذبكمش. صافي تنديروا شويه الحشوه في الوسط، كنبداو نجمعوا فيها من الجناب. شوفوا معايا طريقه سهله، ولا تبعتوا المراحل راه غيجيوكم كيف ما شفتوهم في الصوره. صافي غنبقى غاده على هاد الوتيره هادي حتى تنكمل الكريسات ديالي كاملين ونرجع لكم. انا راه درت لاطه اخرى عمرتها وعاد بديت في هاد لاطه هادي. انا كنوريكم غير كميه قليله وما راه عطاوني تبارك الله الخير والبركه. نتوما غتشوفوهم في الشكل النهائي. صافي غنجمع الكويره حتى هي. انا غنقربها لكم باش تشوفوها مزيان. ها نتوما صافي يعني كتحاولوا ديروهم نفس القد وتخليوهم يخمروا حتى كيخمروا مزيان. عاد نرجع لكم باش ندهنوهم. دابا مني خمروا لينا الكريسات ديالنا صافي راهم خمروا بارك عليهم من التخمار. صافي دابا غندهنوهم بشويه البيض، ندهنوهم كاملين وعاد نمروا للتزيين ان شاء الله.
من بعد ما دهنت الكريصات ديالي ها هما دهنوا كلهم. دابا غنبدا نزين فيهم على حسب الذوق ديالنا. اللي عندكم الزرارع اللي عندكم ديروا، اللي كان غير جوج جناب بوحدو ديروه، علاش لا؟ انا بغيت ننوع. جوج غادا نديرهم بحبه البركه، نزينهم بحبه البركه سانوج. جوج غادا نزينهم بالسمسم زنجلان على حسب الذوق. انا غير عطيتكم هاد اللاطه درت لكم فيها يعني جميع المراحل باش تفهموا. واللاطه الاخرى حتى هي راه قاديتها ودرتها تخمر. باش من يخمروا غنديرهم في الفران مسخن وندير عافيه تحتهم حتى كيتنفخوا مزيان. ونقص على العافيه، ضروري نقص عليهم العافيه صافي. وعاد نهبطهم تحت يتحمروا شويه عافيه فوقهم صافي. ها هما واجدين. دابا الجوج الاخرين درت عليهم فرماج محكوك كما كتشوفوا. ها نتوما فرماج محكوك صافي. يعني نوعت لكم على حسب ذوقكم، كل واحد والذوق ديالو. اللي بغيتو ما ديروا فوقهم حتى شي حاجه ما ديروا فوقهم حتى شي حاجه، علاش لا؟ كل واحد وكيفاش كيبغيهم. دابا غنديرهم في الفران اللي ديجا مسخن وغنقص عليه العافيه ونخلي العافيه تحتهم كما قلت لكم حتى كيطيبوا يشدوا في روسهم مزيان ويتنفخوا. عاد كنديروا العافيه فوقهم يعني يتحمروا شويه. ونتلاقى بكم ان شاء الله. من بعد ما طابوا القريشلات ديالنا كيجيو على هذا الشكل هذا، والله العظيم حتى كيجيو هشاش وزوينين. غير جربوهم راكم ما غتندموش. انا غنقسم لكم وحده باش تشوفوهم كيفاش جاو من الداخل. راهم جاو زوينين. والحشوه شاطت ليا والله الا شاطت. راه درتها في الفريغو، علاش لا نديرها مره اخرى؟ الحشوه تبارك الله كاينه. ها نتوما راه تيجيو هشاش وزوينين. اللي باقي ما شاركوش في القناه ديالي تابوناو معايا ودعموني بلايك. وشكرا على المتابعه، وكنتمنى الفيديو ديالي يكون نال الاعجاب ديالكم. وشكرا والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.